في السنتين الأخيرتين تم الحديث بشكل كبير جدا على مسألة ديال المعادن النافسة والمعادن هذا وهذا وهذا الشيء بشكل كبير. خلانا أنا كنطرح هذا السؤال، حنا فين كاينين في هذا الشيء؟ دونك مشيت اشتغلت مع فريق كبير من أجل نوضعوا خريطة حقيقية للمعادن النافسة اللي كاينة في المغرب، وقدرنا نوقفوا على وريتو قبيله 114 موقع اللي كاينين فيه اجزاء كبيره اللي بدات الاكسبلواتاسيون ديالها، كاينه اللي قيد الدراسه، جوج اللي توقفوا، ولكن على الاقل يمكن نقولوا يمكن في الاشتغال فاش تنشر الخريطه كامله بلي ديتاي اللي فيها بكل شيء، غيكون من حق المغاربه انهم يطلعوا شنو هما الخيرات اللي عندهم في هذه البلاد. لان دابا اي واحد سولتي على المعادن تيقول لك الفوسفات، تنقول لك انا راه شتيها انت قبيله تقدم شهاده ديالك عليها 114 موقع محدده بالمكان وبالبلاصه وشحال ديال الانتاج فيها، شحال ديال الفلوس فيها. بين الامور اللي بعض المرات فاش كتكون شي حاجه كتخصك ليها جواب كتشتغل عليها. مثلا كتسمع دابا ان اليوكران مع امريكان خصها تاخذ المعادن النافسه، خصها هذا، كاين مجموعه ديال المعادن اللي ما كانتش كتعرفها، يمكن بحكم تخصصي في الشيمي دونك عندك هذا لو كونتاكت مع لي زيليمون وهذا، دونك كتقول علاش ما نديرش هذا العمل، علاش ما يمكن نوريها لك. مثلا الخريطه هي هذه، المعطيات اللي كاينه هي ان مجموعه ديال المناطق ديال المغرب كاملين فيها مجموعه ديال المعادن ناديه. اذا خص المغاربه يعرفوا كل منجم فين جا، كيفاش كيستغل، شكون اللي كيستغلو، شحال ديال الفلوس فيه، شنو هي الامكانيات، شنو هو البوتونسيال اللي كيعطيك للمستقبل. مثلا عمرنا ما كنعرفوا ان المغرب فيه الليثيوم اللي دابا العالم كامل كيقلب على هذا الليثيوم. لقيت انا عندنا شي جوج ولا ثلاثه المناجم ديال الليثيوم، هو اللي كيصاوبوه في لي باتري، هو اللي كيتسمى العنصر الاساسي في هذا الشيء ديال البطاريات وهذا الشيء، عنصر اساسي. كاينين دي مينري هنا اللي ما كانوش الناس كاع تعرفوا اننا عندنا ولا ما عندناش، الباريتين والفليورين وهذا حتى واحد ما كان تعرف راه كاين ولا ما كاينش. هاد المناجم شحال شكون اللي كيكسبلواتيهم، يعني شكون اللي كيستغلهم. كتلقى ان مجموعه ديال المناجم كتلقى شركات كنديه هي اللي كتستافد منهم. اذا خصنا نعطيو هاد المعطيات وفي القريب العاجل غادي شحال كلفكم السر على هذا؟ المهم بزاف الفلوس. مالكم خاص؟ اكيد كمل شويه. والصيغه باش تنشروه؟ لا، هي بالنسبه للصيغه غتكون في صيغتين، جزء منه غيكون ضمن واحد الكتاب كيهضر على هادشي ديال المناجم وهذا النقاش الاستراتيجي ديال لي مينريرار، ولكن الجزء الاخر غيكون في الموقع ديال الجمعيه على شكل خارطه تفاعليه. يعني غادي تدخل غتكليكي مثلا نقول لك اي حاجه، مثلا ناخذ اي مثلا غادي فاش كنهضروا مثلا هذا المنجم ديال البوطاس النواحي ديال الخميسات اللي فيها الليتيج وهذا، غادي تكليكي عليه وغادي يطلع لك المنجم فين جا، فين بلاصه، شحال القدرات اللي فيه، شكون اللي كيستغلو. هذا العمل هذا واش في اطار مركز الدراسات هذيك الساعه انا الدور ديالي فاش غنكملوا غنعطيه للمكتب المركزي المقبل وهو الذي سيقرر. لا بالنسبه اللي هو من بين اكبر الانجازات اللي حققتوا. لا طبعا، لان فاش جيت الجمعيه وكتشوفها كتقول خصنا مركز الدراسات، ما يمكنش نبقاو نديروا البيان والبلاغ، خصنا ننتجوا الفكر الحقوقي ولكن المبني على ما هو علمي. اذا من هنا جات الفكره. كان عندنا مركز التوثيق قبل في الجمعيه ولكن كان مركز توثيق صغير، دونك قلنا باش نطوروا الفكره ويتكلف بالثلاثه ديال المحاور الاساسيه اللي هي التكوين والتوثيق والدراسات. اذا هاد المحاور بثلاثه قلنا خصنا ندير لهم مركز خاص. داكشي ما درناش هنا، شرينا واحد لابارتمون هنا، هي اللي غادي تكون مقر مستقل. الهدف ديالو هو انه ينتج لنا دراسات مرتبطه بحقوق الانسان ولكن من منظور الجمعيه. سي با ذان ثينك ثانك غادي نجي نجلس ندير برنامج تنموي ولا لا، من منظورنا في الجمعيه. مثلا غادي نهضروا مثلا كنهضروا على الحق في الارض، ولكن ما عندناش معطيات علميه دقيقه حول من يمتلك الارض في المغرب. الماء نفس الشكل، هادشي ديال المناجم نفس الشكل. باش فاش كنهضروا على الحق في التنميه اللي هو من ضمن الحقوق اللي باقا الجمعيه ما كتشتغلش عليه بزاف، لان كيطلب مجموعه ديال الامور علميه دقيقه. اذا الحق في التنميه، ها علاش نهضروا الحق في التنميه؟ فاش نهضروا على محاربه الفساد، ها شنو واقع، ها كيفاش الاشتغال عليه. لا اكيد، لا طبعا، لا الجمعيه غنيه بالاطر وسيكون منفتح على الاكاديميين كذلك الذين يؤمنون بفكر الجمعيه.
كنحاولوا هما اللي سادين ماشي حنا. عطينا غير شي محل. لازم حنا منفتحين على كاع الطلبه كيضلوا يجوا عندنا للجمعيه كياخذوا التقارير كياخذوا المعطيات، حنا منفتحين على الجميع. اي واحد اللي باغي يخدم حقوق الانسان في المغرب في الشموليه ديالها وهذا حنا مستعدين نشتغلوا معاه، ما عندناش مشكله، لان حتى المركز اش غنديروا يكون مفتوح لكل شيء. وكذلك في المساله ديال التوثيق الفشكل محتاجين مثلا فاش كنهضروا على اداب السجون في المغرب اللي مرتبط بالاعتقال السياسي وما جاوره، تقريبا حتى اليوم كاين اكثر من 320 كتاب حول اداب السجون. من المفروض على ان هذا المركز يوفرها باش اي طالب كيشتغل على اداب السجون غيلقى ماده علاش يخدم. القانوني كذلك؟ لا اكيد كل شيء هادشي خص هذا هو الدور ديال المركز. غيكون عنده شي اصدارات؟ لا اكيد، علاش غادي نديرو شهريه باش تكون هذيك الساعه؟ لا اكيد، لان حنا باش كنقول لك هذا هو الاستمراريه في العمل. الدور ديال الماندا ديالنا حنا ديال المكتب المركزي واللجنه الاداريه هو هذا، حنا وفرنا. الفريق الجاي اللي غادي يجي غادي يحاول يوضع تصور ديالو للعمل وحنا غنكونوا راه الاشاره ديالو في الاشتغال، لان سي فري ما تكونش عندي مسؤوليات في الاجهزه الجمعيه، ولكن غنكون عضو ديال الهيئه الاستشاريه. وبقات لي واحد 2 سيمانات وغادي ناخذ واحد التيتر اللي كيعجبني مزيان هو الرئيس السابق، لان كاع اللي تيتر كيتحيدوا الا لو تيتر ديال الرئيس السابق كيبقى حتى كتموت. من ان هذه المبادرات اللي كدار محتاجه الى فضاء اوسع وفتح المجال. مثلا الندوه اللي غادي نديروا افتتاح ديال المؤتمر غتكون حول دور الفاعل السياسي والحقوقي في هذه المتغيرات ودور الاليات الامميه في هذه المتغيرات العالميه. اش فيها يكون عطاونا القاعه ديال بوحنيني كبيره باش يكون الحضور كبير، لان هذه ماشي ندوه ديالنا حنا، وغادي يجيو ناس من برا ياثروها وتكون مداخلات ديال مجموعه ديال الفاعلين الحقوقيين الدوليين اللي غادي يكونوا حاضرين والناس غتستافد من داكشي اللي غيعطيو.